تخيلوا كده، صحيتوا يوم ولقيتوا كل اللي حواليكم بيقولوا إنكم مختلفين، وإن شكلكم مش زي الباقيين، وإنكم مش شبه حد. هتعملوا إيه؟ تزعلوا؟ طب تهربوا؟ ولا تنتظروا مفاجأة تغير حياتكم كلها؟ النهاردة هحكي لكم عن طائر صغير كان فاكر نفسه أغرب طائر في الدنيا، وما كانش يعرف إن ربنا مخبيله سر جميل. يلا بينا نبدأ ونقول الحكاية. وكان يا مكان في مكان مش بعيد، وسط الأراضي الخضراء والهواء النضيف، كانت البطة الأم قاعدة في عشها، حاضنة البيض ومستنية اللحظة اللي قلبها بيتمناها. وفجأة تك تك، البيض بدأ يفقس واحدة ورا التانية. خرجت 6 بطات صغيرين كيوت قوي، كل واحدة بتقول فيهم بيب 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 بيب. الأم فرحت وصاحت وقالت كوك كوك كوك، حبايبي وصلوا. بس كان فاضل بيضة واحدة، كانت أكبرهم شوية. استنوا عليها شوية، وفجأة اتفتحت البيضة وطلع منها طائر غلبان، لونه رمادي، رجليه طويلة، شكله مش زيهم خالص. الأم بصت له بحنية وقالت يمكن يكون مختلف، بس قلبي بيقول إنه طيب. وراحوا المزرعة كلهم، وكل الطيور كانت معجبة ب6 بطات الصغيرين. لكن أول ما شافوا الطائر الغلبان كانوا كلهم بيضحكوا عليه ويقولوا له إيه شكلك ده؟ أنت مش شبههم. حتى إخواته بقوا يبعدوا عنه. الطائر قاعد زعلان ويبكي، وزعلان خالص، ليه محدش شايفني حلو؟ ساعتها قرر في يوم يمشي بعيد، يمكن يلاقي مكان حد يحبه فيه. وبدأت رحلته، ويمشي في كل مكان يروح فيه يلاقي محدش يحبه، لغاية ما وصل عند مكان كانت الدنيا فيه برد جامد، والشتا كان كتير جدا ومفيش أكل. وفي يوم من الأيام مر على مزرعة، وشافه المزارع الطيب، وقال له يا حبيبي تعالى معايا البيت وأنا هعتني بيك. وفعلا الطائر دخل البيت وبدأ ياكل ويستريح. بس أولاد المزارع كانوا شقيين قوي، ضايقوه وخوفوه وطردوه، لغاية ما جات له الفرصة وهرب تاني وبدأ يدور على مكان تاني. وكانت رحلة الشتاء كانت خلصت، وبدأت رحلة الربيع، وشاف سرب من الطيور البيضة برقاب طويلة بيطيروا في السماء. قلبه دق وقال ياه، نفسي أبقى زيهم. وبدأ فعلا يطير حوالين البركة، وبص على صورته في المية وتفاجئ، وقف يبص، الله، ايه ده؟ انا شايف بجعة جميلة ولونها ابيض. اتاريه كان كبر وتغير شكله، وعرف إن عمره ما كان قبيح، بس كان محتاج يكبر شوية علشان يظهر جماله الحقيقي. ومن يومها عرف حاجة مهمة، مش كل اللي الناس بتقوله عنك صح. أحيانا لازم نصبر علشان يظهر أجمل حاجة فينا. ولو حد قالك إنك مش حلو أو مش شاطر ما تزعلش، استنى وقتك واكبر، وهتوريهم بعد كده إنك مميز وشطور. ولو عجبتكم الحكاية استنوني بكرة في حكاية جديدة وحدوتة صغنونة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.